مرحبا بكم أعزائي بفيديو جديد وبأخبار جديدة. نستهل أخبارنا بالحديث عن أحدث الإصدارات الفنية. في خطوة مفاجئة وخارجة عن المألوف، كشفت الفنانة نوميديا للزول عبر خاصية ستوري عن تعرضها للحجرة خلال فترة السجن من قبل حارسة بالسجن آنذاك. وفي نفس السياق وبعد غياب طويل، وثق صانع المحتوى هشام دوناف عودته بأغنية جديدة تحكي عن معاناته فترة اتهامه في قضية النصب والاحتيال على الطلبة. وبعد سنوات من الخلاف المؤثرتين على مواقع التواصل الاجتماعي، نهلة تيفي ومايا رجيل تعلنان الصلح رسميا. Hello everybody. Hi. أما نسيمة جعفر بي أثارت الجدل بتصريحها الأخير ببرنامج صندوق أسود، حيث قالت بكل تواضع وبدون تكبر: أنا الأجمل من كيم كارداشيان، لأني بكل بساطة مسلمة وجزائرية وملامحي طبيعية. هذا أبرز ما لدينا من أخبار، إلى اللقاء.